بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. النهارده 10/9، سهرة 9/9. النهارده 10/9. المصري بيرقص لبلوب. لا فرق معانا المايه زايده ولا المايه خاسه ولا المايه رابطه. المعشوقه بتحب المصري والمصري بيحب المعشوقه. تحياتنا ليكم جميعا. بسم الله ما شاء الله. المصري بيرقص لبلوب والمصري بيرقص لبلوب. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على النبي. قلت شيء حلو. بسم الله ما شاء الله. يلا رقص اللبلوب. يلا براحتك خالص. سيبه ياخد براحته. سيبه. ايوه كده. لكم كده. ياخد. اديله. افتح العصفورة. افتح العصفورة. هو بس بولت حلو. بسم الله ما شاء الله. اهو بولت حلو. ام القاف اهو. دخلت في الغابة بتاعتي ليه؟ هو اللي بيجري السمك يا بودي. انا خلي جوز الغابه بتاعتك تحت. انا بقول له باين الغابة بتاعتي عشان ما يجيش في خيطي. انت دخلت في الخيط بتاعي يا محمد. والله. تعال زي ما انت. تعال بسم الله ما شاء الله. تعال خش بغابتي. خش اهو. اللهم صل على النبي. اهو جبت غابتي وجبت بس ذكر بولتي بالصلاة على النبي. ذكر بولتي بالصلاة على النبي. اوعى اهو. اللهم صل على النبي. حاجة من الحاجات اللي تفرح. هات بقى شوالك وتعالى هنا. احدف لي الشوال. ماشي. احدف لي الشوال اهو. بولت رجاله اهو. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك له فيه يا رب. طب انا بقى ما اجيب له الشوال بتاعه بقى. هجيب الشوال بتاعك واحطه لك فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي متابعيني على قناة المصري لتعليم صيد السمك بالصنارة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تحياتي لكم جميعا. يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. الموسم سعيد عليكم وعلينا كلنا يا رب. برضو بدعوة كده على السريع. اللهم انصر اخواننا في فلسطين يا رب واكرمهم يا رب واطعمهم. بنتكلمنا النهارده موضوعنا عن موضوع الزنان اللي هو الدراج اللي هو بيتحكم لما يكون معاك. اقعد يا محمد هنا اعمل الشاي. هم هيجوا الوقت. اقعد اعمل الشاي هنا. هيجي الوقت. انا حطيت لك الكنكه والبتاع اهي. طب هنولع ايه احنا؟ هنولع. هجيب السيجارتو. قول لي انت عارف تجيب السيجارتو. لا مؤاخذه رجاله. الموضوع النهارده موضوع ان النهارده في سمك حلو في الميه. فيا ريت الكل يعمل حسابه ويظبط الدراج بتاعه او تشتغل بالبيكاب بتاع السلكه. تفتح البيكاب بتاع السلكه بتاع المكنه. لو انت عندك سرعه بديهه وسريع هتفتحها وبرضك تدي السمك على ايدك. ما تفتحلوش وتسيبه كده وخلاص. ان هو ممكن يوسع ويمشي. فلازم يبقى على ايدك بحيث يبقى دايما السونار محمل على بق السمكه ما يفرغش منها. يعني التريحه دي ممكن هو بيريح كده تبص تلاقي السمكه فرغت. فالنهارده الدراج ده بتظبطه على خيط الرمال. يعني بتظبطه على خيط الرمال. يعني انا بربط العصفوره جامد. طب روح وانا جاي لك. روح اجيب التوته واجي لك. فانت بتظبط الدراج على خيط الرمال. بتربط العصفوره جامد بتاعت المكنه وتبتدي تهوي سنه وتشد من خيط الرمال لحد ما تبص. لا انت هتشد هتحس انها هتقطع. لا اهوي شويه تاني. حاسس ان خيط الرمال هيتقطع. اهوي شويه كمان. خيط الرمال بتاعك 30 25 20 كلها بنشتغل 20 25. فتحس ان هو خلاص كده يعني جاب اخره وبدا تسيب معاك. ظبط الدراج بتاعك على كده. فبيقع سمك كويس. ده بالنسبه لتظبيط الدراج المكنه. ابقى اعمل لكم ان شاء الله. خلي حد من الاخوه يصورني واعمل لكم على الطبيعه. برضو احنا بنتكلم لما تيجي تقعد في الدور. يعني ما تقعدش في الدور وترمي على طول واحد وتفضل قاعد طول الليل. يعني انا بشوف ناس قاعده جنب مني طول الليل على طول ثابت. سواء من 3 متر سواء 2 متر ثابت ما بيغيروش. لا السمكه ما بتاكلش معاك. غير. ارفع 20 انزل 20 اطلع 30 اطلع 40 وغوط شويه. شوف السمكه فين. السمكه منطوره. السمكه موقعه شويه. المايه خست ورجعت ترد تاني. فعامله تمويع للسمكه. لكن الله العظيم احنا بننزل في سمك حلو بيقع. وكل الاراضي. يعني انا كنت في حلوان بنزل حلوان. النهارده نزلت الصف اجرب. وان شاء الله ربنا يكرمنا وهنزل لكم فيديو بتاع تظبيط السمك وهو بياخد بالدراج. كان مع مهندس اسامه ومعايا. وانا ضارب سمك ومهندس اسامه ضارب سمك ومظبطين الدراج بتاع المكنه. واهم حاجه ترقص رجلوبك وتستمتع مع السمك. يعني انت طول ما انت قاعد بالليل ما تربطش نفسك بطول واحد. شوف السمكه على البر. شوف السمكه جوه شويه.
نقل ايدك، ارجع بايدك كده وانت متمشيها بالفله، ارجع بايدك شويه كده، بتستفز السمكه بتجري على الطعمات تمسكها. لكن طول ما انت قاعد ساكت لا، هيبقى فرصه، هي ارزاق بتاعت ربنا. يعني ممكن واحد يبركن الفايبر ويقع معاه سمك حلو، لكن احنا بنقول السعي والمتعه، وانك انت تستمتع وانت بتمشي وترجع بايدك. الرجعه دي بيبقى السمك بيضرب في ايدك كده، دي ريح له واحده 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 واحده، سيبه الدنيا يشرب الفله وروح راضي عليه، بص بيلكن معاك. سمك كبير بيزوم، السمك الكبير بيزوم يعني ايه، بيجري اول ما تضربه بيجري جامد، فبيكون الدراج سيب له، يا اما تفتح السلك بتاعت المكنه، يا تكون انت ظابط الدراج عشان ما تقطعش الرمال بتاعك. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، وان شاء الله بالليل نوريكم فيديوهات تكون فيها سمك. والارض احنا النهارده في الصف، وقلنا نجرب الصف، وان شاء الله الاسبوع الجاي ننزل نزله عليان، وبرده كان هنا شويه وهنا شويه، شوف الارض كلها بتاكل ولا لا. مش معنى ان انا بقعد في دور باخد منه سمك افضل ماسك فيه على طول، لا، هو ده متعه الصيد، ان احنا بنسعى على الرزق بتاعنا. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسف على الاطاله. صلاة النبي أحسن، رقص لبلوبك يا مصري. صلاة النبي استفتاح رجاله اهو، الصلاة على النبي. صلاة النبي أحسن، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اهو اطلع يا مصري اهو، اهو رقص لبلوبك يا مصري. لسه النهار بيقول يا جدعان اهو. صلاة النبي أحسن، تعال تعال. والمصري بيرقص لبلوبه يا جدعان النهارده 9/9 اهي. صلاة النبي أحسن، بس ينزل في الشنطة بقى، انزل خليه ساب في الشنطة. صلاة النبي عليك يا مصري، رقص لبلوبك يا مصري. صلاة النبي يا رجالة، المستند الخامس اهو، المصري بيرقص لبلوبه، ادي البولت يا رجالة اهو. صلاة النبي أحسن. تلاميذنا بيقولوا علينا عجزنا، ده كلام برضه يا رجالة، المصري ما بيعجزش، المصري ملوش كتالوج. يلا يا باشا. صلاة النبي كده بقى نفرد الملقاف، ما فردناش الملقاف ده، جه كده بالصلاة على النبي اهو. المستند السابع يا رجالة اهو بالصلاة على النبي، نفرد له الملقاف بقى، عشان كده الشغل هيبقى ايه، هيبقى عالي قوي. النهارده بسم الله ما شاء الله 10/10. النهارده 9/9. يا ابن الايه يا واد يا مصري، يا مالكش كتالوج يا مصري. المصري ملوش كتالوج يا رجاله، بسم الله ما شاء الله. انا مش عارف اعد بقى بصراحه ربنا، كتير بسم الله ما شاء الله. اعدي مش عارف اعد. يلا كله رزق بتاع ربنا، كله خير. صلاة النبي أحسن يا مصري. تحياتنا لميدو دولفين والمهندس أسامة وعمرو الشيخ والمهندس سامح وكل الصحبة الحلوة. الباشا واصل الملقاف يا رجاله. بسم الله ما شاء الله، والله ما عارف أعد والله يا جدعان، مش عارف أعد. اللهم صل على النبي. النبي عليك يا واد يا مصريات. لسه بنعمل الشاي، ما شربتش الشاي والله لسه اهو. صلاة النبي أحسن، اللهم صل على النبي عليك يا مصري. لا احنا نشتغل بقى، كفاية تصوير بقى، كفاية تصوير أحسن، أنا تعبت. صلاة النبي عليك يا مصري. طبعا ما بصورش بقالي كتير قوي. السمك بسم الله ما شاء الله، بسم الله. يلا سيبي في الشنطه مش مشكله، سيب في الشنطه مفيش مشاكل. يلا نسلك بقى ونشتغل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخواتي وحبايبي متابعينا على قناه المصري لتعليم صيد السمك بالصناره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده يا محمد 9 ولا 10؟ 10/9/2024. الميه رفعت شويه، شفت الميه بقت فين؟ انا كنت قاعد في الناشف، الميه بترفع، الميه بتزيد، ولذلك السمكه مموعه. ولذلك انا بنصح الناس يعني ايه، ما تطلعش بعيد، اللي عايز يسافر ما يسافرش، ما يطلعش بعيد. انا كنت في الصف النهارده، سبت القاهره وطلعنا الصف. للامانه السمكه بالنسبه لي انا، السمكه بسم الله ما شاء الله النهارده 10/10، بس مش معنى كده ان انا بقول لك انزل. ادي السمكه اهو، السمكه بسم الله ما شاء الله، البولت اهو، شويه بولتي يستاهلوا بقكم. راح كتير لان السمكه موعه وخايفه مش قلقانه، زياده خسيه، زياده مش عارف ايه. بسم الله ما شاء الله شويه سمك يستاهلوا بقكم. عشان كده بنقول ايه، نهدى شويه على الميه، انزلوا في القريب، بلاش حد يبعد. السمكه بتاكل بخوف جامد. كنا شغالين بدود الارض فايبر 8 متر. الطول اللي كنا راميين عليه 3 متر، 2 متر ونص، غماز 6 بليه و7 بليه، ان الميه ماشيه شويه. لكن السمكه بسم الله ما شاء الله اللي بتقع احجام حلوه، واللي هي جاي ان شاء الله اكتر. هو ضيعنا كتير، كله ضيع، كل الناس ضيعت سمك، لان السمكه بتاكل بخوف زي ما قلنا، بتاكل بخوف. فان شاء الله اللي جاي احسن، واشوفكم في فيديو قريب ان شاء الله. تحياتي ليكم جميعا، اخوكم محمد المصري.
تقريرنا عن الميه بتزيد عشان الناس ما تطلعش بعيد. يلا السلام عليكم. كلمي بقى ان شاء الله دلوقتي، اخد بس سمكيه واحده ثانيه والم.